اقتراح يوم الجمعة عطلة أسبوعية. المسألة هذه أنا ماذا بيا نسأل اللي يطرحها ما عدا البعد الرمزي في أنه يوم جمعة يوم معظم لدى المسلمين، هو يوم صلاة الجمعة وهو يوم معظم. ما عدا ذلك إذا كان نتأملوا في الجوانب الاقتصادية وكذا يبدو، ولو أن المسألة هذه كما تعرفوا لم تطرح طرحا جديا لكي تقلب من جميع أوجهها، يبدو أنه إذا كان شركائنا الرئيسيين يكون عندهم يوم عطلة ونحن عندنا يوم عطلة مختلفين، فإنه مبادلاتنا وتعاملاتنا باش يولي عندها زوز أيام عطلة أو أكثر. هم ما يتبعوناش. ما هم يتبعونا ما هم صبر 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 صبر. شنو اسمك؟ شنو اسمك؟ شنو اسمك؟ هذه انت قلت يا استاذ جامعي يا سيدي قلت لحظه ما تطيحش في فخر الرجعيه والصهيونيه من فضلك، رد بالك راحنا شعب مسلم ونتحملوا مسؤوليتنا في الطلب بتاعنا. قعد 30 سنة يقرأ في التوحيد، في آخر 30 سنة لا اتركوه، دعوه خليه يعمل على بكل حرية. 30 سنة هاني جايك أنت قلت اسمعني كيف اسمعني. 30 سنة يقرأ في التوحيد، في آخر 30 سنة قالوا السيدة المنوبية اشتقروا بالربي. فنحن عندنا قداش ونحن نتكلموا في آخر السهرية طلعنا مع الصهيونية ومع الرجعية. راهو ما قلناش أننا نقتدي بالناس الآخرين، واللي قال أنهم هما يقتديوا بينا فاش يا أخي؟ نحن عطلتنا اليوم الجمعة باش يقتديوا بينا، كي يقولوا لهم يجاوا يقتديوا بينا يقولوا لنا فاش نقتديوا بكم؟ ايش يقولوا لنا؟ احنا توا عطلتنا ماهيش الجمعة. ولكن المسألة هذه اللي يقول أن يجب أن تطرح، لا تتعجل، لا تكن عجولا، لا تسارع بالاتهام، عفى الله عنك وسامحك الله، خلي بالك واسع وفهم. احنا ما قلناش تثبت في القول باش تعرف ترد عليه، لانه هذاك هو الشيطان، لانه الغضب هو نفخه من نفخات الشيطان. لانه ايش قلنا هذه الاسانيد ولم نتبنى اسانيد. انا خطيت رايي، انا قلت هاوش يقولوا، ما قلتش انه هذا رايي اولا، وثانيا قلت انه هذه القضيه لم تطرح الى حد الان طرحا جديا، ولا كانت طرحت مرحبا يجي سيدة قرتي ويدافع بطريقته السمحه على رايه، ويجيوا ناس اخرين ويردوا عليه بطريقه ربما اكثر سماحه شويه، ونشوفوا الحوار السمح هذايا تو بحول الله يجيب لنا نتيجه ايجابيه. ما هي اجراءات